السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. بس قبل ما أبدأ الفيديو، لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مملكة الشيف مها وتفعلوا الجرس. هقول لكم بقى ايه أضرار الفحم. يعني رغم ان المشويات من الأطعمة اللذيذة جدا اللي الكل بيموت فيها، بس مع ذلك الواحد ما يكترش منها. ليه بقى؟ ده اللي هتعرفوه في الدقيقتين اللي جايين. هسيبكم دقيقتين مع أضرار الفحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برغم ان الأطعمة المشوية على الفحم من الأطعمة الجميلة جدا المفضلة عند الكثيرين، ألا إن الفحم له أضرار عديدة. فالفحم يحتوي على عدد من المواد الكيميائية الخطرة مثل الزرنيخ وأول أكسيد الكربون والرصاص، وينتج عن احتراق الفحم جزيئات صغيرة من أكسيد التيتانيوم الضار. وعندما يتم استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الفحم فإنه يدخل إلى الرئتين ومجرى الدم أيضا، ويمكن أن يتسبب في إغلاق المجرى الهوائي والوفاة. ويؤثر هذا الدخان على القلب نتيجة السخام الذي يتكون داخل الرئة، وبالتالي يؤثر على الدورة الدموية للقلب، ويتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة مثل انسداد الشرايين والتي قد تؤدي إلى الذبحة الصدرية. والدخان الناتج من احتراق الفحم يهيج العينين والأنف والحنجرة، وقد يحدث تغيرات مؤقتة في وظائف الرئة مما يجعل التنفس أكثر صعوبة نتيجة احتوائه على غاز أول أكسيد الكربون وجزيئات أكسيد التيتانيوم، واللذان يتسببان في قلة إمداد الجسم بالأكسجين، كما إنه يسبب الصداع والإرهاق البدني وقلة التركيز. والتعرض المستمر لدخان الفحم قد يسبب السرطان. والفحم قد يؤدي لنشوب بعض الحرائق في حالة عدم الانتباه والتركيز عند استخدامه للتدفئة، وخاصة في فصل الشتاء. وطبعا الكلام ده لإخواننا وأهالينا اللي في الأرياف وفي الصعيد وفي النجوع والقرى اللي بيستخدموا الفحم في التدفئة.